السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مودو. واش فعلا حمد الله عبد الرزاق سيرحل عن فريق الاتحاد السعودي؟ هذا الخبر المتداول حاليا في الصفحات وفي الصحافة السعودية وكذلك في الصحافة الآسيوية التي كتتابع الموضوع. واش حان رحيل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله عن الاتحاد السعودي؟ الأخبار كتقول أن الفريق ديال الاتحاد السعودي كيوجد عن رحيل المغربي حمد الله عبد الرزاق، وحتى الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر في الحساب الرسمي ديالو بمنصة إكس أن الاتحاد السعودي كيوضع اللمسات الأخيرة على الملف رحيل حمد الله تمهيدا لإعلان رحيله بصورة رسمية ونهائية. واش هذا الخبر صحيح؟ واش فقط إشاعات؟ فحتى التقارير الصحفية السعودية أكدت أن الأسد المغربي البالغ من العمر 33 سنة عبد الله عبد الرزاق لقى صعوبة في التفاهم مع الزميل ديالو الفرنسي كريم بنزيما. واش بسبب كريم بنزيما سوف يتم رحيل حمد الله عبد الرزاق؟ فخبر صراحة صادم، ولكن إلى حد الآن ما كاين حتى حاجة رسمية. والسؤال المطروح، واش مسؤول الاتحاد السعودي فضلوا الفرنسي كريم بنزيما على الأسد المغربي حمد الله عبد الرزاق، ولا شنو واقع في الكواليس؟ فخبر صراحة صادم وسبق للأسد المغربي حمد الله عبد الرزاق اللي كيبلغ من العمر 33 سنة أن انضم إلى نادي الاتحاد السعودي في صفقة انتقال حر يناير 2022 بعد فسخ عقده مع النصر السعودي. وخاض عبد الرزاق حمد الله 38 مباراة مع فريق الاتحاد بكافة المسابقات في الموسم المنصرم، وسجل اللاعب 29 هدف وصنع 4 تمريرات حاسمة. ودخل حمد الله في عدة نقاشات مع الإدارة منذ تعاقد مع نجوم عالميين من بينهم الدولي الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق، حيث بدا واضح على مسؤولي الاتحاد يريدون إعطاء أدوار أكبر للنجوم الجدد على حساب القدماء. وحتى لو أن حمد الله عبد الرزاق يرحل عن فريق الاتحاد السعودي غد خاطف عليه الأندية السعودية في دوري روشن لأنه مهاجم من طراز رفيع جدا.